السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسعد الله صباحكم بكل خير، ونحكي لكم قصة عن الإحسان ومدى تأثيره في تغير الحال بفضل الله سبحانه وتعالى. يقول أحدهم: خرجت من العمل متأخرا ذات مساء، وكان الجو بارد وقارس جدا، فإذا بي أرى أحد البائعين المتجولين تبقى عنده من الموز قليل جدا، وكان عندي ما يكفيني من الموز ويفيض عن حاجتي، ولكنني رأفة بحال أردت أن أشتري ما تبقى عنده من الموز. وسبحان الله، سبقني أحدهم واشترى الموز، فأخبرت هذا الشاب بأنني كنت أنوي أن أشتري من البائع رأفة بحاله. قال: أنا كذلك اشتريته ليجعله يذهب إلى بيته ويرتاح من عناء هذا اليوم. تفكرت سبحان الله، يقول: ما الذي جعلنا نتسابق لشراء ما تبقى ما عنده من الموز؟ فإذا بي أتذكر قبل لحظات شاهدت هذا البائع يهدي الموز للذين يقومون بجمع القمامة المساكين. نسأل الله أن يعينهم وأن يوسع في رزقهم. أعطاه مجموعة من الموز كذا، سبحان الله، فعجل الله بإحسانه هذا إلى هذا الفقير بأن جعلني أنا وهذا الشاب نتسابق لشراء ما بقي ما عنده من الموز. فانظروا، فعل بالفعل، هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ هذا، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.